شباب قسنطينة. الجميع ربما كان ينتظر هذه المباراة، كان ينتظر أن تضع القرعة ممثلي الجزائر. اعتدنا كثيرا الصدام الجزائري في المسابقات القارية. طيب، حتى ولو مع فريد كنا كل مرة في دور هذه المجموعة كنا نتكلموا على شباب قسنطينة، لأنه كان حيتنقل إلى سيمبا ضد دار السلام ضد سيمبا التنزاني. قلنا ربما إن شاء الله يعود بنتيجة ربما حتى تغني عن التأهل في الدور في كمرتبة. كنا نريد أن نتفادى هذا، حتى ولو كنا نخشى انه نفقد ربما من احسن الفرق تاعنا، ربما شباب قسنطينه واتحاد العاصمه يخرج من هذا الدور اللي هو الدور ربع نهائي. لكن هذه كره قدم، هذه القرعه. نظن ان شاء الله في البروشان زيديسيون نسيو كيفاش نرقعوا هذه الامور، لانه سي سور لو بلان مونتال، لان العمل الذهني، لانك تمشي تلعب المرتبه الاولى، نقولوا المرتبه الاولى، لأن الأندية الجزائرية لما تمر نظر إلى الدور ربع نهائي الحظوظ كبيرة أنك تربح. كي تكون في المرتبة الأولى أنك تستقبل لكن تربح انتور كما نقولوا، تربح دور على الأقل توصل إلى المربع الذهبي. من بعد كل شيء ممكن في كرة القدم. لكن كلاسيكو جزائري في كأس الكونفدرالية بتحكيم أول مرة، ماشي أول مرة، بتحكيم راح يكون أجنبي، ما يكونش التحكيم جزائري. دونك ربما نشوفوا لقاء آخر بتحكيم آخر. نظن أنه 50-50. جمال مسعودان، هذا الدور والله الدور أنا أخشى إعادة، راح يكون طرف جزائري خارج المسابقة. نعم وطرف آخر في خايف راح تتعاود إعادة الكرة مرة أخرى، وراح تتلاقى اتحاد العاصمة مع يعني انت رشحت مباشرة اتحاد العاصمة على حساب شباب والله لأنه هذاك الموضوع راه موضوع آخر. لا شوف أنا راني نقول لك باللي راني خايف من يتعاد السيناريو تاع الموسم اللي من قبل. أنا خايف يتعاود هذا السيناريو، سيناريو الخريطة الوهمية، ونعاودوا نطيحوا في متاهات اللي يتفنن فيها الجماعة الطرف الآخر. الطرف الآخر يعرف يتفنن، الصدير يعرف يولي أرض، ويعرف يولي فرعون، يعرفوا هذوك. وإحنا عندنا واحد الطريقة كذا شوية كما يقولوا شوية مسنطحين، يعني ما كانش سيادة خط أحمر دائما. بيان سور بيان سور. أنا باش جوسك لا كو لا كاف الطاس، يعني صافي بليس كون اني، يعني صدير وعدونا ا مومون دوني. فريد يتذكر لعله كانوا وعدونا انه لو فيرديكت راح يطيح قبل لا فينال. من لا فينال رانا رايحين لا فينال، ستادير سي براتيكمون دو زمان. نعم، ربما ستادير كو لو فيرديكت. جمال مسعودان، راح نعطيك معلومه من مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري لكره القدم، انه قرار الطاس بخصوص قضيه الخريطه الوهميه سيصدر قبل تاريخ 10 مارس المقبل. يعني والمباراة يعني ما تغلطش. انا معليش انا يا سي جمال، انا نعطيك المعلومه اللي سمعتها بعد يعني القرار راح يصدر قبل مواجهه نصف نهائي كاس الكونفدراليه. هذه كمعلومه من مصدر مقرب من الاتحاد الافريقي، من الاتحاد الجزائري لكره القدم. انت علق لي دوك على هذا. هي معليش هذا، ولماذا ما تحطش الطاس بلي تقول لو فيرديك سورا برونونسي افون لو ديمارس، تقول لا فاف. ربما كانت هناك مراسله بين الطاس وبين الطاس. عمره يعطيك لي دات، عمره ما يعطيكش اون دات. هو عنده دي ديلي، يعطيكش اون دات لو 10 مارس لو 15 مارس لو 11 مارس. يعطيك دي ديلي، يقول لك افون 3 موا. مثلا راح نطرح عليك سؤال. ما تقدرش محكمة التحكيم الرياضية تراسل الاتحاد الجزائري لكرة القدم تخبره بتاريخ إصدار قراره النهائي؟ المراسلة. لا، انا نقول لك اذا تقدر قانونيا، يعني اذا مولف، يعني محكمة التحكيم الرياضية مولفة تراسل الاتحاد. ما تراسلش الاتحاد. هذا سي ان بارتي بري. انا سي ان اربيتراج نوتر. انا يسموني طاس مستقلة عليك وعلى الكاف وعلى الفاف وعلى بركان. انا نوتر. علاش نقول لك انا قبل 10 مارس ولا قبل 20 مارس ولا قبل 40 مارس ولا ما نقول لك والو. انايا راني نتريتي في اون افير سولون سو كيكزيج القضيه هذه، سولون سو كيكزيج. نوسع، نعيط، نزيد، نستخبر، نشاور، نعيط، نكونفوكي، نديروا امور، ومن بعد جو مي برونونس. انا ما عنديش ديزيسيونز. وراه عندنا فينال يجينا، رانا باقي وقيلا راح نلعبوا مع نهضة بركان، لازم تعطيونا قرار. جامي
انت راح نطيحني في الحكايه تاع العام اللي فات باللي يفون سو برونونسي افون لا فينال مع الزمالك، باللي ليجمالي هي اللي راح تلعب والقوانين معنا وسمعناها في البلاطوات، باللي الاتحاد العاصمه مبروك عليه هي اللي راح تلعب النهائي مع الزمالك. سمعتها ولا ما سمعتش هذه الامورات؟ سمعناها من كل سفاري. لكن حينها جمال مسعودان انا نقول لك ماذا كان يجري في ذلك الوقت. قيل ان القضيه خرجت من الاستعجال الى غرفه اخرى، وهذه الغرفه راح تطول يعني 6 اشهر 7 اشهر باش يخرج القرار، لانه لو تدفع الاستئناف تاعك في الاستعجالي راح تكون الرد في 24 ساعه. تهضر مع انسان يعرف القانون اكيد. تقول لي اكيد انا شوف سي جمال، انا نطرحها لك وش راه كاين يعني في الوقت الحالي وتتعلق بكل راحه. يعني انا ما راحش نعم احنا قالوا رحنا للاستعجالي، والاستعجالي هذا تعرف كاين ساعه من ساعه وكاين استعجالي شهر من شهر. كاين الاستعجالي هذا انواع اولا وقبل كل شيء. او مش معناتها راك دخلت في الاستعجالي معناتها قضيتك استعجاليه. شكون كي بو استيمي باللي القضيه في الاستعجالي ولا غير الاستعجالي؟ بعد التصيل اللي تقرر هو القاضي، هو القاضي. من بعد القاضي قرر شاف من هنا باللي قال هذه القضيه هذه فيها امبريكي، فيها 3 فيها 4 فيها بركان، فيها ليجما، وفيها الطاس وفيها الكاف. هذو فيها من سمو شاف باللي من هنا قال معليش من بعد راسلهم قال هذه ماشي مستعجلي، اروحوا كاين طريقه الاربيتراج، تخيروا ان جوج، تخيروا 3 جوج، كيفاش تتفقوا؟ اسكو تتفقوا على شيء؟ هذا اكيد. هذا الامور. علاش حبيت نقول لك انا سيتادير احنا كرهنا من لي زيفي دو كوم، كرهنا من لي زيفي دو كوم هذو. سيتادير نبعث لك لاسبيرين نصبرك، راهو قالوا لنا قبل لو 10 مارس. سي با لا بين، ما عنديش معلومه ما ندهاش. عندك معلومه رسميه حطها في السيت بكل صراحه. كاين اجتماع رسمي 24 ساعه قبل الماتش، والقانون يحث كل الفرق انهم ياتوا ب3 بذلات في الاجتماع 24 ساعه قبل بدايه الماتش. تقني انا عماه ويجيبوا لي 3 مايو، ومن حق كل فريق يرفض بذله. والمشروع في ال3 بذلات 2 فيهم لي بيبليسيتي، ومش مشترط في الثالثه انها تكون نوتر، يعني ما عليها حتى شيء. معناتها انه لازم نديروا حل كيف اننا نجتمع، نسمح الاجتماع تقني واضح منه ناخذ موقف. احد الفريقين كما قلنا سيواجه الفائز من مباراه سيك ميموزا ونهضة بركان في نصف نهائي. الذهاب سيكون خارج الديار، بينما لقاء الإياب سيلعب في الجزائر. أما في حالة بلوغ النهائي فستكون مباراة الذهاب بالجزائر يوم 17 ماي 2025، والعودة خارج الديار يوم 25 ماي 2025. هل هناك أمور من الأجدر بنا أن نقوم بها كاتحادية أو كممثلي فرق، سواء ما يتعلق بشباب قسنطينة واتحاد العاصمة، بداية من اليوم، لأنه أنت ستواجه ذلك الفريق نهضة بركان المغربي في نصف النهائي في حال ما تأهل على حساب أسيك ميموزا. هناك قراءة فنية لهذه المباراة، لأنه نهضة بركان وأسيك ميموزا تقريبا المستوى تقريبا متقارب. لا بكل صراحة نظن أنه الأفضل في هذا اللقاء راح يكون نهضة بركان، لذلك حظوظ كبيرة أنه يمر إلى نصف النهائي. لذلك يعني نصف النهائي رانا نشوف ممثل جزائري أمام نهضة بركان من الآن. القاصي والداني على بالو بلي راح نواجه هذا الفريق. هل هناك أمور وجب أن يقوم بها سواء ما تعلق بشباب قسنطينة واتحاد العاصمة والاتحاد الجزائري في يعني أعلى هرم في كرة القدم الجزائرية؟ كل مرة نتكلموا على في أمور مثل هذه وحسابات مثل هذه، لونتيسيباسيون. فريد تكلم أكيد راح نلعبوا على تقريبا شهر أو 5 أسابيع، راح نلعبوا ربع نهائي، من بعد يجي النصف النهائي، من بعد التواريخ تكون يعني قريبة يعني، لكن من اليوم حتى النصف النهائي، لأنه فيه فريق جزائري راح يكون حاضر في النصف النهائي، لازم نصيبوا حلول. سي جمال تكلم على ربما كاين حتى ولو لا ريونيون تكنيك لو يتكلم لك عليها راح تكون لا في دا ماتش 24 ساعة 24 ساعة. لا احنا نتكلموا من اليوم، لازم نصيبوا حلول، ندبروا راسهم. الاتحادية لازم توجد حلول، ربما يشوفوا الناس اللي تتقن ربما حتى في الخفاء ولا في يصيبوا دي سوليسيون باش الفريق الجزائري اللي ان شاء الله يتأهل ما يكونش النسخة هذه راح يكون عكس النسخة الماضية. لا النسخة الماضية لعبنا الذهاب في الجزائر والإياب في المغرب. هذه المرة الأمور معكوسة. لهذا لازم من اليوم نصيبون نديروا كاع كيما نقولوا لي كونديسيون لصالح الأندية الجزائرية. لازم اجتماعات، لازم تتحدث على لي كونديسيون. نروح لعند جمال مسعودان. يعني
وش هي الحاجة اللي تقدر تعملها أو يقدر يعملها الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم حتى نتفادوا سيناريو العام الماضي؟ هل الأمر متوقف عند الاتحاد الجزائري حتى يتسنى له التعامل جيدا مع القضية، أم مربط الفرس هو عند الطاس؟ يعني القرار اللي تجي به الطاس هو اللي راح نلتزموا به في نهاية المطاف. شوف أنا ما تدينيش للطاس، لأنه إذا قلنا طاس وصرحت الطاس باللي سيبوزي بين قوسين باللي نهضة بركان عندها الحق تلعب مسموح كاف لا كوميسيون دو كومبيتيسيون افي ريزون دو فاليدي هذا التريكو. واش ندير؟ انا اليوم انا مع ناصر نحط باللي ماشي 99 100% راح نطيح مع نهضة بركان اليوم او البارح، نجتمع ونتفق ونطرح الاشكاليه على اعلى مستوى. اللي كان بريزيدون دو لا فيدراسيون اللي اوجوردي مينيستر ممبر دي غوفرنمون ممبر دي كونساي دي مينيستر. اكيد انا نطرح الاشكال. قال كيف التعامل في الحالتين، في الحاله اللي قال عليها فريد في حاله ما اذا انصفنا الطاس وعطرنا حقنا ومشينا الحمد لله قال رانا مسؤول. الاحتمال الثاني انه الطاس تعطيك الحق جمال مسعود، الطاس تعطيك الحق خلاص معناها الفريق الاخر ما يلعبش بالخريطه ابتداء من تلك المباراه. خلاص خلاص انت تهنيت من كان وضح للراي العام. لا لانه القضيه لانه ما حدث العام الماضي اصبح من الماضي من الناحيه الرياضيه. لا ما فهمت. اليوم لا جمال اسمح لي، لانه واش يقول عماد، لانه الجماهير القسنطينيه او جماهير اتحاد العاصمه اليوم اي تخمم هذا الشيء. يعني اكيد هذا هو الشيء لازم. انا جو برون كونسيديراسيون تو تافي. انا راني خايف بعين الاعتبار الدوله قبل الجماهير، وكاين الجماهير الدوله الجزائريه والجماهير. احنا كيف سنتعامل في الحالات بلان ا بلان بي بلان سي بلان كذا. سي فريد اكد وقال لك ان القضايا السياديه لا تناقش، حطها بجهه معناتها اذا الطاس ايتي فافوراب نديروا الاحتمال هذا، نديروا احتمال 50. قال الطاس راح تعطي الحق ماشي نهضة بركان، راح تعطي الحق لا كوميسيون دو كومبيتيسيون دو لا كاف باللي لا فاليداسيون دو سو تريكو ايتي كوريكت، راهي طبقا للقوانين. احنا لاننا اليوم مسي عماد يوم ما راناش ضد نهضة بركان، رانا ضد ان كوميسيون دو كومبيتيسيون دو لا كاف كي فاليدي حسبنا وحسب قراءتنا الصحيحه للقوانين الفيفا ولا شرط اولمبيك وقانون ليزيكيبمون دو لا كاف باللي ممنوع هذا الخريطه هذه، وهي رغم ذلك فاليديتها ورغم الاجراءات اللي دارت. انا اليوم راني نقول باللي بكل سياده نطرح الاشكال. اليوم راني قلت البارح كنت بريزيدون دو فيدراسيون تو نافي با، انا قلت في وقت من الحصص كان عليه ان يتصل بوزير الشباب والرياضه ويجدون حل قبل ما نروحوا للمشاكل، نلقاو حل. اليوم راهو هو وزير وراهو ممبر دو غوفرنمون، سي ان بروبليم كي دوا اتر بوزي ديزا بريزون. اذا طاس نصفتنا وعطاتنا الحق يا بها ونعمت. اذا قال الطاس انا هذا سي با ان بروبليم كيما هما راهم يروجوا بلي ماهوش خريطه ولا تعني الصحراء الغربيه وامورات منها، اذا عطاوهم مثلا الحق بلي قال هذا سي فريمون با ان بروبليم امور تقدروا تلعبوا به، ولا كوميسيون دو فاليداسيون دو لا كوميسيون دو لا كاف عندها الحق. الجزائر كيف تتعامل مع في كلا الحالتين، راحت السياسي ولا راحت المسمو. في حاله ما اذا نهضه بركان ناخذ بعين الاعتبار واش قال ناصر باللي راهي مأهله فلربما 70% باللي تفوز على سكمامون، هذا مسمو. ولو اننا كاين ان شاء الله يا ربي تفوت ميموسا كانهم قالوا يتهنى الفرقس من الحكم. نو كما قلت انت لونتيسيباسيون هذا هي الحكمه وهذا هو عين الصواب. ان اليوم نطرح سيناريوهات اكيد تاع الطاس تاع الكاف تاع من هنا وكيف اتعامل معها اوتون اوبورتان. ما نبقى نباتوجي، ما نبقى نقول، ما نبقى نكالمي، ما نبقى نسرب المعلومات، من كالمي الراي العام وكذا. من هنا نخرج من هذه المعطيات. قال اليوم كما قال السي فريد خلاص غير قضيه سياديه، تعاود تلعب تعطي الطاس تعطي الحق لا بركان والله ماك لعبها وما